لو قيل أن هناك مصرف في الدنيا في صباح كل يوم يصرف عدد آي القرآن التي قرأناها في الليل يصرفها نقود، ألا ترون أن المصارف في الدنيا تمتلئ بالطوابير، كل يقدم بين يديه آي القرآن الذي قرأه حتى ينال أجره؟ إن القرآن العظيم الذي أنزل في القرآن الحرف به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أحبابي، أتدرون لو أن أحدنا قرأ القرآن كاملا في غير رمضان وحسب الحرف بعشر حسنات، أتدري كم يكون رصيد الخاتم للقرآن مرة؟ ما يزيد عن 33 مليون حسنة. 33 مليون حسنة. إنك تكون بذلك من المقنطرين، أنت بذلك تكون مع أهل الجبال في الحسنات. فإذا كفر الله بالقرآن أيضا ذنوبا فإنك تكفر الملايين من الذنوب. إن الذي لا يتلذذ بمناجاة الله، بكلام الله، بمخاطبة ربه، إن عبدا لا يجد لذة، فالمشكلة ليست في كلام الله، إنما هي في القلب. القرآن الذي جعله الله لك نور، درج الجنة على عدد آي القرآن. يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هنيئا لكم أهل القرآن، فأنتم أهل الله. وهل لله أهل؟ إي وربي إنهم أهل الله وخاصته. ما أعظم أن نكون مع القرآن حتى يكون القرآن معنا. إن القرآن يشفع، والصيام يشفع، وإذا أذن الله لأحد يوم القيامة أن يشفع شفعه. يأتي القرآن يقول: حرمته النوم. هنيئا لك يا تالي القرآن، ويا حامل القرآن، ويا من تذرف دمعا بعد قراءة القرآن. هنيئا لك يا من يتجافى جنبك في رمضان وفي غيره وأنت تقرأ القرآن. وصدق الإمام الحسن: لو صحت قلوبنا لما شبعنا من كلام ربنا. إنه النور، إنه الهدى، إنه الروح، إنه الروح. ومن كان لا يعرف القرآن حتى في رمضان ميت، ولو كان له عين، ولو كان له لسان وشفتين. القرآن هذا النور العظيم الذي من دخل في حياته قلب الحياة ربيعا، ولذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا.